وادي الجزء التاني من أحلى مسلسل صيني نزل الفترة دي. في الجزء الأول من القصة عرفنا إن رين ما ماتتش، ورجعت على حياة تشين كخطيبة أخوه سانج، وهو وعد نفسه إنه هينتقم منها بأسوأ طريقة عشان يعاقبها على استغلالها ليه. دلوقتي بقى ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نكمل قصتنا. ريم بعدها بتوصل على قصر عيلة رونج عشان هتعيش معاهم بما إنها بقت خطيبة سانج، وبتدخل القصر وهي شايلة ومحملة شنط وهدوم ولا كأنها تفتح محل. رين قبل ما تروح لسانج بتسمعه وهو بيتكلم مع المساعد بتاعه عن مشروع مدرسة للطيران، وإنهم بيمروا بأزمة مالية مش مخليهم عارفين يشغلوها، وده بعد ما أغلب العائلات الكبيرة رفضت إنها تساعدهم وتمول المشروع. وأول ما بيخلص كلامه هي بتدخل المكتب وبتتكلم معاه عن حفلة صغيرة عايزة تعملها في البيت عشان الناس تتعرف عليها. وفي اللحظة دي بقى بيدخل تشانج ووشه زي ما يكون عليه غضب ربنا، بيقعد معاهم وبيفضل يلقح على رين، وبيقول لأخوه خد بالك منها كويس لحسن البنات اليومين دول مش سهلين خالص، ممكن يغدروا بيك في أي لحظة، اسألني أنا مجرب وعارف. وريم بتبقى قاعدة عاملة نفسها عبيطة ولا كأن الكلام ده عليها هي. وبعدين بتستأذن من سانج عشان هتخرج تشتري شوية حاجات، فتشينج بيقولها وده ينفع برضه أبقى موجود وحد غريب يوصلك؟ فريم بقى بتتدبس وبتركب معاه العربية. ساعتها تشينج بيفكرها بمينج وبيتهمها إنه مات بسببها، وقريب قوي هيلاقي دليل على كلامه ده ويحبسها زي ما هو اتحبس بالظبط. فريم بتنكر، وبدل ما تتضايق بتقلب الترابيزة عليه وبتقوله أنا معرفش أنت بتتكلم عن إيه، ويا ريت ما ترغيش كتير عشان بفكر في هدية اجيبها لحبيبي سانج. فتشينج بيغير عليها قوي وبيفضل متضايق طول الطريق، وبيقوم مكلم واحد اسمه كاي، كان زمان كبير الخدم لعيلة هوي، وبيطلب منه يلاقي اي دليل ضد رين. بس رين السوسة بقى طلعت سابقاه بخطوة واتفقت مع بنت اسمها هوري ان اول ما كاي يوصل المدينة عشان يحقق في الموضوع هي تعطله وتبعده تماما عن طريقها. فهوري بتسرق محفظة كاي اول ما هو بينزل من القطر، وهو بيفضل يدور على المحفظة زي المجنون وبيقوم مبلغ الشرطة. والظابط فعلا بيمسك هوري بس هي بتتمسكن، فالظابط بيصدقها وبيخليها تمشي. هوري بعدها بتكلم رين وبتقولها انها زي ما توقعت كاي وصل المدينة وبيدور على دليل ضدها. فرين بتقفل معاها وبتبعت رسالة مشفرة لرجالتها عشان يتصرفوا مع كاي، وبتأمرهم كمان يخلصوا على لي زعيم عيلة هوي. بس هما بيفشلوا، وبدل ما ينشنوا الرصاصة ناحيته بالغلط بتيجي في كرسي السواق وهو مش بيحصل له أي حاجة. ورين لما بتعرف اللي حصل بتحاول إنها تخرج من القصر بسرعة، بس وقتها تشينج بيوقفها وبيقولها على فين بقى الجمال ده كله يسيب الحفلة اللي معمولة عشانه ويخرج. فريم بتقوله انت ايه اللي جابك، بس مش قلت انك مش هتحضر الحفلة؟ فتشينج بيضحك وبيقولها طب ما تفكك من الحفلة وتطلعي معايا هوديكي حتة مكان انما هيعجبك قوي. وفي اللحظة دي بيبدأ يقرب منها ورين للحظة بتسرح، بس بترجع تركز تاني وبتبعد عنه بسرعة وبتقوله الزم حدودك، انا دلوقتي خطيبة اخوك يعني قريب قوي هبقى زي اختك، ويلا وريني عرض كتافك بقى عشان الحق اجهز للحفلة. وبعد شوية المعازيم بيبتدوا يوصلوا وتشانجي بيفضل واقف يتفرج عليها من بعيد ومستني اللحظة اللي هينتقم فيها أخيرا. لكن فجأة قلبه بيخونه وبيفتكر إن أول ما الحقيقة تطلع رين هنقول لها باي باي، فبيجري عليها في المطبخ وبيقول لها كفاية تمثيل، كاي هنا ولو اتكلم كل حاجة هتتكشف. لكن رين ولا بتتهز، بالعكس بتبتسم وبتقوله إنها عاملة حساب كل حاجة وإنها حتى سايباله هدية في درج أوضتها. فبيروح بسرعة على الأوضة وبيلاقي إنها سايبة وردة صغيرة كانت قايله له زمان إنها هتفضل محتفظة بيها طول ما هي لسه بتحبه. وفجأة تشانج بيسمع دوشة وصريخ جاي من تحت، والكل بيقول إن رين وقعت في البحيرة. فمن غير تفكير تشانج بيرمي نفسه في المية وبينقذ رين، وبعد ما بيطلعها أول حاجة بيعملها إنه بيمشي كاي بسرعة قبل ما يشوف رين، لكن كاي أصلا بيكون لمحها قبل ما تقع في المية. بعدها تشانج بيشيل رين بنفسه وبيطلع على الأوضة، وهنا بقى رين بتعترف أخيرا إنها ما زيفتش موتها إلا عشان تهرب وتنقذ نفسها. لكن وقتها تشينج بيوريها ايديه وبيقول لها ان عيلة هوي قطعوا اوتار ايديه كعقاب ليه وهو في السجن بعد ما اتهموه ظلم في موت مينج، ومن يومها وهو استحالة يعرف يمسك مشرط او يرجع يشتغل دكتور تاني. فرين بتتصدم وبتقعد تعيط عشانه، بس تشينج بيقول لها انه اللي كسر قلبه بجد كانت الهدية اللي قالت له عليها لما فتح الدرج ولقى وردة صغيرة محتفظة بيها من يوم ما وقعت منه في القطر. وقتها اتأكد انها عمرها ما نسيته، فبيسألها طب ليه؟ طالما كنت فعلا بتحبيني ليه سبتيني مرمي في السجن واختفيتي؟ بس ريم مش بتقدر ترد عليه. وفي اللحظة دي كاي بيتواصل مع شيان وبيقول لها انه لمح البنت اللي شافها خارجة من عند باباها يوم موته. فشيان بتاخد كاي وبيروحوا بسرعة على قصر عيلة رونج، وأول ما شيان بتدخل بتعمل خناقة كبيرة قوي في المكان وبتهين عيلة رونج واحد واحد لحد ما بتوصل لتشانج نفسه وبتتريق عليه قدام الكل. ساعتها ريم بتتعصب قوي وبتقوم مديها حتة قلم انما ولما شيان حاولت ترد سانج بيطلع مسدسه عشان يخوفها،
وبيقول لها اعرفي انت بتتكلمي مع مين كويس قوي. فشيان بتلف بسرعة عشان تنادي على كاي، لكن الراجل كان سابها وفلسع، فبتفلسع هي كمان عشان شكلها بقى وحش قوي. وفي اللحظة دي مامة تشانج بتكون متعصبة من اللي حصل، فبتطلع كل عصبيتها على تشانج وبتخليه يركع قدامها عشان تهزقه براحتها، وبتفضل تقوله انت ابن عاق، يا ريتني مخلفتك. فتشانج بيقول لها يا ريتك فعلا، انا اصلا مش عايزه ابقى جزء من العيله دي. فالست بتتعصب اكتر وبتقوم رمياه بالفازه، بس ريم بتنط قدامه والفازه بتيجي فيها هي فبتتعور. وسانج بيلحقها بسرعه وبيطلعها على اوضتها، وبيسألها هي ليه دفعت عن تشانج قوي كده وهم اصلا مش بيتوقوا بعض. فريم بتقوله عادي يعني صعب عليا مش اكتر. وتاني يوم تشانج بيصحى على خبر من عيلة هوي بيقولوله إن شيان اتخطفت، فبيروح بسرعة على القصر، وساعتها مامة شيان بتضربه بالقلم وبتقوله انت اللي خطفت بنتي عشان مش عايز تتجوزها. فتشانج بيتفاجئ وبيقول لهم لا ده انتوا اتجننتوا بقى، هو اي مصيبة تلبسوها لي؟ انا غلطان اني جيت هنا اصلا. وبيقوم راجع من تاني على بيته، بس اول ما بيدخل اوضته بيلاقي فستان الفرح بتاع شيان متعلق وكله دم، ورين قاعدة جنبه وبتقوله هتسمع كلامي ولا اخلص على شيان وادبسك في موتها هي كمان. فتشينج بيقول لها يخرب بيتك انت عايزه ايه مني بقى؟ فبتقول له مفيش، انت زي الشاطر هتروح بكره المينا تستلم 5 طيارات وتدفع تمنهم وتقدمهم هديه لاخوك عشان يفتح مدرسه الطيران. فتشينج بيضطر يسمع كلامها وبيروح فعلا تاني يوم على المينا وهي بتروح معاه. واللحظه تشينج بيتردد ومش بيبقى عايز يمضي. فريم بتقوله لو مضيت هقولك على الحقيقه كلها اللي انت نفسك تعرفها. فتشينج بيوافق وبيشتري الطيارات وبيبعتها على المدرسه. وريم بعدها بتقابل مجموعه بنات، ساعتها بنعرف إنها كبرت في ملجأ، والبنات دول كانوا معاها في نفس الملجأ، بس هربوا كلهم سوا بسبب إن المربية اللي اسمها سون كانت بتعاملهم بأسبل طريقة ممكن تتخيلوها. وريم بتقول لهم إحنا دلوقتي هدفنا الأول والوحيد نلاقي المربية دي وننتقم منها، وأي واحدة هتفكر تأذي فرد من عيلة هوي هتضطر تبرر الفريق. وفي يوم الافتتاح بتاع مدرسة الطيران كل الشخصيات المهمة وأغنى عائلات المدينة بيحضروا، ومن ضمن الحضور بيبقى موجود المفتش ليه، الضابط اللي كان اتهم موري قبل كده انها سرقت محفظة كاي. ليه اول ما شاف سانج راح يسلم عليه، بس سانج طنشه وكأنه مش شايفه. بعدها سانج بيطلع قدام الكل يشكر اخوه على ال5 طيارات اللي قدر يوفرهم من المدرسة، لكن تشانج بيرد عليه بطريقة وبيقول له ان الفضل الحقيقي يرجع لخطيبته رين. وفي اللحظة دي بيوصل شخص خطير جدا على الحفلة، وهو تشاو، واحد من زعماء عائلة هوي، وكمان متجوز من المربية سون اللي رين كانت بتتكلم عنها. وأول ما رين بتشوفه بقى وشها بيصفر وبتفتكر كل اللي حصلها وهي صغيرة في الملجأ، لما كانوا بيحبسوها في أوضة ضلمة والضرب والإهانة اللي كانت بتتعرض لهم كل يوم. فريم بتحاول على قد ما تقدر تمسك نفسها وهي بتسلم عليه، لكن جسمها كان بيترعش من الخوف وتشينج بياخد باله. بعدها تشاو بيسمع تشينج كلمتين لأنه اشترى الطيارات وبدأ يهاجمه قدام الناس، وبيوصل بيه إنه يجيب سيرة مينج وبيسأل تشينج انت موته ازاي. فتشينج بيقوله لو عايز تعرف قوي كده روح اسأله، هي يمكن نخلص منك انت كمان. فسانج بيلم الموضوع بسرعة وبيقول لهم اتفضلوا جوه عشان الحفلة هتبدأ. وكل الضيوف وقتها بيدخلوا الحفلة وبيتفرجوا على العروض، وفي الكواليس بيكون في أطفال جايين من الملجأ عشان يقدموا عرض وعمالين يبصوا على الأكل والحلويات، لكن محدش فيهم كان بيتجرأ يمد إيده، أصلهم خايفين من المربية سون اللي لما بتظهر الأطفال كلهم بيترعبوا. وسون بتقول لهم إن شكلهم في العرض النهاردة هو اللي هيحدد هيجمعوا تبرعات قد إيه، والطفل اللي هيسمع الكلام هياخد مكافأة. في الوقت ده ريم بتدخل عليهم وبتشوف آثار التعذيب على جسمهم، وسون بتحس إنها زي ما تكون شافت رين قبل كده بس هي مش فاكرة فين. وبعدها على طول بيبدأ عرض الأطفال والكل بيتأثر جدا بأدائهم. في الوقت ده بتكون رين محضرة خطة عشان تخلص من سون، والخطة إن هوري تحط حاجة في أكل سون عشان تروح الحمام، وفعلا ده بيحصل. بس تشينج كان مراقبهم وفاهم كل حاجة من الأول. ولما ريم بتحاول تخرج من الحفلة وتروح ورا سون تنفذ باقي خطتها، تشينج بيحاول يوقفها، لكن هي بتقدر تطلع في هدوء من غير ما حد ياخد باله، وبتطلع مخدر وبتستنى سون جوه الحمام. وقبل ما تضربها بلحظة هوري بتدخل فجأة وبتسحبها بعيد، وبتقول لها إن واحدة من البنات زرعت قنبلة في الطيارة اللي هيركبها تشاو، لكن المشكلة إنهم لسه ما جمعوش الأدلة على كل أفراد العصابة اللي دمروا حياتهم، ولو تشاو مات دلوقتي الباقيين هيختفوا ومش هيعرفوا يوصلوا لحاجة أبدا. يعني مهما كان لازم تشاو يفضل عايش شوية كمان وإلا كل الخطة هتبوظ. فريم بتخرج فورا من الحفلة وبتحاول بكل قوتها تمنعه يركب الطيارة اللي فيها القنبلة، وبتقترح عليهم تركب هي الأول بما إنها العروسة الجديدة. فالكل بيوافق، وتشينج بيقول لهم إن هو اللي هيسوق الطيارة بنفسه. وأول ما بيطيروا تشينج بيسألها على الحقيقة اللي كانت وعدته إنها هتقولها له أول ما يشتري الطيارات. فريم بتنفذ وعدها وبتقوله إن وهي صغيرة اتربت في الملجأ بتاع عيلة هوي، وسون كانت بتعذبهم، ولما كبروا شوية
سون أخدت ماي أختها وبعتها لعيلة هوي، وعشان كده قررت هي والبنات إنهم يهربوا قبل ما يتباعوا واحدة ورا التانية. وأول ما هربوا من الملجأ هي فضلت تدور على ماي. وقتها هي قابلته وحبته، وبتفهمه إن كل لحظة قضيتها معاه عمرها ما كانت كدب أبدا، لحد ما جه في يوم وعزمها على العشاء في قصر هوي. فهي استغلت الفرصة وفضلت تدور على ماي في القصر لحد ما لقيتها في أوضة صغيرة في الجنينة. فدخلت بسرعة عشان تنقذها، لكن ماي كان شكلها غريب قوي، قاعدة حاضنة نفسها وخايفة، وكل ما رين تقرب لها هي تعيط وتتخيل مينج واقف قدامها. فبتقوله ما تضربنيش، أنا مش ههرب تاني. فرين بتفهم إن مينج كان بيعتدي على مي طول السنين اللي فاتت دي، لحد ما مي اتجننت. في اللحظة دي دخل مينج عشان يعتدي مرة تانية على مي، لكن رين وهي بتدافع عنها بالغلط بتخلص على مينج، ومش بيكون عندها وقت إنها تنهار أو حتى تفكر هتعمل إيه. فبتاخد مي وبيهربوا فورا، لكن كام واحد من رجالة القصر بيلحقوهم. فرين بتعطلهم وبتركب في أول قطر يقابلها عشان تبعدهم عن مي. بس وقتها تشينج لحقها وركب معاها نفس القطر، وعشان تخليه يبعد عنها وما يتورطش معاها رفعت عليه المسدس وقالت له إنها محبتهوش وكانت بس بتستغله. في اللحظة دي في حد ضرب عليها نار، وتشينج وقتها افتكر إنها ماتت، بس هي عاشت وأنقذت أختها، وما كانتش عارفة إن تشينج هو اللي اتورط في موت مينج بسببها. لكن بعد فترة قصيرة ماي ماتت بسبب إنها كانت حامل من مينج وأجهضت. وقبل ما تموت قالت لرين إنها كانت من عيلة كبيرة قوي اسمها عيلة فانج. وبعد ما عدى على موت ماي حوالي 3 سنين، رين وقتها رجعت واتخطبت لسانج. والكلام بيقف لحد هنا. فتشينج بيقول لها لا كملي، ليه بعدها اتخطبتي لاخويا والثلاث سنين اللي فاتوا ليه ما حاولتيش تتواصلي معايا؟ فرين بتقول له لا دي قصة تانية بقى هبقى احكي لك عنها بعدين لما تنفذ طلب التاني اللي هتعرفه مني قريب. وبتقوم موقفة كلام كده شوية وبعدين بتقول له اه صحيح نسيت اقول لك الطيارة دي هتنفجر كمان دقيقتين، اه والله زي ما بقول لك كده. فتشينج بيقول لها يعني ايه الطيارة هتنفجر وانتي ساكتة، الله يخرب بيتك. ولحد هنا بقى بيخلص الجزء التاني من مسلسلنا. لو عايزيننا نكمل باقي الحلقات اول ما تنزل قولولنا في التعليقات، وشاركونا توقعاتكم للاحداث الجاية. يا ترى تشينج هيقدر ينقذ نفسه هو ورين من الطيارة؟ وايه الاسرار التانية اللي رين مخبيها؟ وما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب، واشوفكم على خير في ملخص جديد. سلام.